أهلًا وسهلًا بيكم، لو أنتم أول مرّة تشوفوني أنا فاطمة من مطبخ شطة وكمون، عاملين إيه يا عيلتي الصغننة؟ يا رب تكونوا بخير. عندِك بقى مش عارفة محتارة على الغدا مش عارفة تعملي إيه، وعندِك حتة لحمة مفرومة في التلاجة مش عارفة تعملي بيها إيه، تعالي بقى أمّا أقول لِك، هنعمل بيها أحلى وصفة رقاق باللحمة تاكليها في حياتِك، مقرمشة من برّه ومورقة من جوّه والطعم تحفة، أحلى من بتاع المطاعم. يالّا بقى ندخل مع بعض في التفاصيل ونشوف هنعملها مع بعض إزاي. هنا طاسة على النار فيها معلقتين زيت كبار، هننزل بيهم ببصلتين كبار متقطعين مكعبات، ونزلنا نسيبهم مع بعض يتبلوا دقيقة واحدة بس على النار، عشان ما يبقاش طعم التوم ني، طعم البصل ني بس في اللحمة. هيتقلبوا مع بعض شوية، هنا كده خلاص اللون اللحمة غيّر، وننزل عليهم بنُص معلقة صغيرة توم مفروم، بس هي بُصّي اختياري، بس بتخلّي الأكلة طعمها تحفة. أي تفصيلة في الرقاق بتفرق معايا يا جماعة في الطعم. وهنا جزرية مبشورة، وراهم على طول طماطمية صغيرة متقطعة مكعبات وقرن فلفل حامي، بس كده مش هنضيف أكتر من كده على العصاج بتاعنا. ممكن تعمليه ببصل بس واللحمة. وهنا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل أسمر و7 بهارات وكمون، مش أكتر من كده. وهنا ننزل بمكعب مرق الدجاج، اختياري بس برضه بيفرق في الطعم. بس كده تقريبًا العصاج بتاعنا خلاص خلص. هنا بقى يا جماعة خدي بقى التركاية دي كمان، نُص معلقة صغيرة بيكنج باودر على السمن بتاعنا اللي هندهن بيه الرقاق، هيخلّيه مورق معاكِ وتحفة. ممكن تحطيه على شوية شوربة وتسقيه بيهم عادي، مش هتفرق كتير، بس كل واحد بقى بس إيه ليه طريقته مش أكتر من كده. وهنا طبعًا شوية الشوربة بتوعنا أنا ضِفت عليهم كوبايتين لبن حليب، عشان كده هتلاقوا لونهم متغيّر، دي زبدة على الوش ولبن حليب. وهنا طبعًا هنسقي بقى الرقاق بتاعنا ننزّله في مَيّة. الرقاق يا جماعة من أنواع الأكل اللي أي إضافة عليه بتدّي له طعم زيادة وحلو كمان. يعني لو خيّروني ما بين الرقاق وبين الجلاش، لأ هاختار الرقاق طبعًا. الرقاق أقل حاجة بتدّي له طعم، لو عملتيه كده سادة بس وأكلتيه مع حتة جبنة قديمة مع شوية مِش مع عسل، زيه زي الفطير المشلتت بالضبط، وتلاقيه أطعم كمان في البيت والله. وطبعًا الحمد لله ربنا يديم علينا نعمه. كده تقريبًا قربنا نخلّص بقى، خلاص كده هنرص الرقاق بتاعنا. طبعًا يا جماعة في ناس فعلًا والله بتعمله سادة من غير أي حاجة خالص، بيتاكل جنبه أي حاجة حادقة بتدّي له طعم تحفة، لإني باقول لكم هو من أنواع الأكلات اللي حلوة، وربنا طبعًا بيخلق لكل واحد الأكل بتاعه. ما تقلقوش من اللي بيتكسر ده هيمسك نفسه برضه في التقطيع، ما تخافوش منه، الرقاق بالذات الفرن والشوربة اللي بنسقيها بيه بيخلّيه يمسك نفسه. ما دي ما تقلقكوش اللي يتكسر ده بيتحط على الحروف. هنا بقى خلاص حطينا العصاج بتاعنا، بس هنضيف عليه قرن فلفل حامي عشان بس جنبي يكون حراق كده وجنبي يكون بارد عشان الولاد عندي. وهنغطي بقى الطبقة التانية. دي آخر طبقة. طبعًا الرقاق ما تقلقوش وهو بيتكسر برضه هيطلع ماسك نفسه. على فكرة يا جماعة الرقاق ده والدتي ربنا يخليها لنا يا رب بتعملوه على البوتاجاز، واخواتي بيعملوا كده، بس أنا طبعًا طبعًا الصاج اللي عندي ده مش هينفع أحطه في البوتاجاز، هيدخل الفرن على طول، بيستوي على العيون كده بتاع البوتاجاز من برّه. هنا يا جماعة خلاص صينية الرقاق بتاعتنا خلصت وطلعت من الفرن. والله يا جماعة أنا بس مش عارفة إزاي أنا ما صورتش شكلها وهي طالعة من الفرن، شكلها كان تحفة والله العظيم. ده هنا التصوير ظالمها في التقطيع، وشها مقرمش كده ومورقة من جوّه وجميلة. هتاكلي بقى بُصّي امشي بس على نفس الخطوات دي وهتاكلي أحلى صينية رقاق كلتيها في حياتِك. بس كده خلّصنا وقطّعناها، وتنفع بقى طبعًا مع في عزومات، جنب أي أكلة تانية، جنب مكرونة بشاميل، جنب محاشي، وجبة لوحدها كده زي ما إحنا عاملين، هو لوحده بيكفي الرقاق. وادي غدانا النهارده يا جماعة، ادي الرقاق باللحمة وبطاطس مقلية، وده قرن فلفل، ده مخلل فلفل بتوم وملح بس طعمه تحفة. وخلاص على كده. ولو وصلتوا لحد هنا معايا في الفيديو والوصفة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك ومتابعة للقناة. أشوفكم في فيديو جديد وأكلة جديدة. باي باي.